السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزين أنفال. إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير ولقاكم هذا الفيديو بصحتكم. أولا قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم وهذه الوصفة البنينة، نرحب بكامل المشتركات جدد في قناتي ونقول لهم مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله يا ربي يعجبكم محتوى القناة. في الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارككم بهذا البريوش البنين بذوق الشوكولا اللي راهم داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا درتو على طريقتي، هما داروه على شكل تاج، يعني بهذاك المول المدور. انا درته لكم على طريقتي والوصفه ثاني على طريقتي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، وجا ما شاء الله خفه وبنه. اللي جربوه ولا اللي حيجربوه باذن الله، حنخلي لكم لهنا رابط تاع الانستغرام. هذا هو الانستغرام تاعي، جربوا الوصفه وخليوا لي تطبيقاتكم. قبل ما نبداو، اللي ماهوش مشتركات في قناتي نقول لكم غير ديروا جيم ابوني وخليوا لي تعليقات محفزه، هكا باذن الله يلحقكم بكل جديد ونزيد نتحفز ندير لكم فيديوهات ووصفات بنينه باذن الله. نبداو مع الوصفه تاع نهار اليوم على بركه الله. لأن في ريسيبيون تاعي حطيت كاس حليب يكون دافي. الكاس كيما راكم تشوفوا ماهوش كبير بزاف، بما انه المول تاعي ماهوش كبير. ضفت عليها مغرف كبيره تاع خميره الخبز ونص ساشي تاع خميره الحلوى. ضفت عليها مغرف كبيره ونص سكر عادي، بما انه هذا البريوش حلو يعني بالشوكولا. ضفت عليه بيضه كامله تكون درجه حراره المطبخ. نخلط كامل هذا النواشف، عفوا هذا السوائل مع بعضهم ونخليهم، نغطيو عليهم ونخليهم يتفاعلوا حوالي 10 دقائق. صدقوني هذا الوصفة تاع البريوش راح تجيكم بزاف بزاف خفيفة. لهنا بعد ما خليته 10 دقائق ضعف تفاعلت هذيك الخميرة مع الحليب. شوفوا اللي هنا كفاه. بعد ما خليته تضاعف راح تلقاوه تشكل معكم هذه الفقاعات. راح تخلطوهم وتضيفوا عليهم نص كاس زيت. دائما يعني دايما راح تقيسوا بهذاك الكاس. ولهنا ضفت شويه ملح باه نعدل هذاك الطعم تاع السكر برك، ما تكثروش بزاف. وضفت لها نص مغرف تاع زبده، اللي هنا اختياري، تحبوا ديروا ولا ما ديروش. من الاحسن ما من الزبده تكون خرجتوها قبل من الفريجيدار، هكا باه ما تعبكمش كي تكونوا تخلطوها مع هذاك الخليط. هنا نكمل نخلط هذاك الخليط عفوا بالفوبي، ونجيب نبدا نحط في الفارينه تاعي بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون شويه طريه، يعني ما تخليوهاش بزاف، ما تيبسوهاش بزاف وما تخليوهاش طريه بزاف. بما ان العجينه هذه راح نقسموها على زوج باه نديرو ذوق الشوكولا ونخليو الذوق الاخر هكاك. لهنا نحيت الفوي وراح نكمل نلم هذه العجينه بيدي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليد. دوك نعطيكم لكم القوام تاع العجينه. شوفوا لهنا بعد ما لميت العجينه ها هو القوام اللي تحصلت عليه. لهنا راح نقسم العجينه تاعي على زوج وراح نديرها بالتساوي، يعني نديرهم بنفس الحجم باه من بعد كي نفتحهم ما تجيش بحدا اكثر من وحده. لهنا الجزء الاول راح نضيف عليه مغرف كبيره ونصف تاع كاكاو بني. جيبوا الكاكاو اللي يكون بنين ولا الريحه تاعو كيما ريحه الشوكولا هكا باه يجيكم مليح. واللي عندها كاكاو اسود دير الاسود، هكا راح يجي اللون مليح خير وخير. راح ندخل مليح هذاك الكاكاو في العجينه تاعي، وهذاك الجزء اللي بقى لي الابيض راح نزيد له شويه فارينه ونكمل اللم. هذا البريوش ما راح تعجنوه بزاف، جوست برك هذاك الكاكاو كي تزيدوه وهذه الفارينه كي تزيدوها. لهنا بعد ما لميت شوفوا كيف تخليو العجينه تاعكم طريه. شوفوا راهي طريه ما شاء الله. تخليوها بهذا القوام ومام تاع الكاكاو. راح نحطهم في ريسيبيون هكا ونخليهم يزيد يتضاعف الحجم نتاعهم حوالي 20 دقيقه. لهنا بعد ما تضاعف الحجم نتاعهم، شوفوا لهنا كفاه تضاعف. راح نجيب في طاولة العمل تاعي نرش شوية فارينة، ما نكثرش بزاف، لأنه من أسرار نجاح البريوش لازم يكون العجينة تاعو تكون طرية ولازم يخليوه يتخمر، يعني قد ما تخليوه يتخمر مليح. لهنا جبت كما قلت لكم رشيت شوية فارينة وراح نبدأ نفتحها بهذا الحلال ولا القنوط.
راح نفتحها بسمك يكون رقيق. راح نزيدو عليها هذيك العجينة تاع الكاكاو، لازم تكون السمك تاعها رقيق. هذيك العجينة تاع الكاكاو درت لها بنفس الطريقة، رشيت شوية فرينة وفتحتها مام هي بسمك يكون رقيق، وراح نحطها هي الطبقة الثانية فوق هذيك العجينة البيضاء، وراح نسيي نفتحهم هكا مع بعضهم باه يلصقوا لي مع بعضهم هذه العجينة، وفي نفس الوقت نزيد نحلهم بسمك رقيق. لهنا الشوكولا درت هذه تاع تحبوا ديروها يعني ترحيوها وتديروها على كامل طبقة هذه تاع الكاكاو، ولا ديروها كحبات، يعني في زوج راح يخرجوا بنفس النتيجة. انا درتها هكا حبات، وتبداو تدوروا فيها هكا على شكل حربوش، يعني كل ما تدوروا راح تزيروا باه ما تخرج لكمش هذيك الشوكولا، ما تزيروش بزاف، تزيروا شويه برك. ومن بعد لهنا في النهايه راح تزيدوا تفتحوها وتجيبوا لهنا الموس تاعكم وتديروا خطوط كيما راكم تشوفوا. الفيديو راهو واضح. بعد ما نكمل هذوك الخطوط كامل، شوفوا لي لهنا الطريقة، راني نحكم كل كيما نقولوا كل خط راني ندورو بهذه الطريقة، ونعاود نلصقو على الجهة نتاع الحربوش نتاعي. ان شاء الله يكون فيديو واضح حتى نكملوا كامل هذوك الخطوط تاعكم. لأن هذا هو المول اللي راح ندير فيه. درت له بابي كويسون هكا باه ما يلصقليش، وراح نهزو غير بالعقل ونحطو نزيد ضعف الحجم نتاعو. انا خليته لهنا ساعة هو يتخمر. كيما قلت لكم البريوش كل ما تخليوه يتخمر ويضاعف الحجم نتاعو كل ما راح يجيكم خفيف. لهنا راح نغطيه ونخليه يتخمر حوالي ساعة. لهنا بعد ما ضاعف الحجم نتاعو، شوفوا لهنا كيف ضاعف تاع الحجم نتاعو ما شاء الله. جبت لهنا صفار حبة بيض، زدت له شويه برك تاع حليب وشويه سكر هكا باه يجيكم اللون تاعو اللون تاعو عفوا من الفوق يجيكم احمر. وراح نجيب البانسو تاعي ونبدا ندهنوه غير شويه، سيو لهنا ما تهبطوش الخمور تاع هذا البريوش باه يبقى محافظ على السمك تاعو، في نفس الوقت دهنوه كامل الوجه نتاعو بهذاك الصفار. وثاني الطياب تاع هذا البريوش لازم تكونوا الفرن تاعكم سخنتوه من قبل، يعني قبل ما تبداو الوصفه لازم تكونوا سخنتوا الفرن تاعكم وطيبوه على 150 ولا 170 درجه مئويه. شوفوا لهنا بعد ما طاب، شوفوا هذاك اللون، ودوك نعت لكم كيفاه يجي بزاف بزاف خفيف. لهنا بعد ما نحيته من الفور خليته برد شويه برك باه نحيه من بابي كويسون. لهنا شوفوا كيفاه طاب من تحت، اللون تاعو جا ما شاء الله، وشوفوا كيفاه يجي خفيف. صدقا هذا ابن بريوش راح تجربوه. خليت لكم رابط الانستغرام تاعي اللي جربوا الوصفه يجيو يخليوا لي تطبيقاتهم في الانستغرام، وان شاء الله راح نشاركهم بتطبيقاتكم. لهنا راح نقص معاكم البريوش ونشوفوا كيفاه جا خفيف. لهنا ما بغيتش نزرب لكم في الفيديو، خليتكم تشوفوا كيفاه الموس يهبط وحده. شوفوا لي لهنا كيفاه يجي خفيف، وجيب هذيك الشوكولا يعني بزاف خفيف وبنين، خاصة مع ديرو هكا قهوة حليب مع الصباح تفطروا به ما شاء الله. وشوفوا لي الداخل كيفاه يجي بهذوك الفراغات ما شاء الله، يجي بزاف بنين. وقد ما نشكر لكم ما راح توصلوا لهذيك البنة حتى تجربوه بإذن الله. شوفوا لهنا البنات نكون وصلنا نهاية الوصفة تاع اليوم والفيديو تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله، ونتلاقوا في فيديو اخر. وما تنساوش تخليوا لي دعمكم بجام وابوني وتخليوا لي كومنتار وحفزني هكا باين لكم كل جديد باذن الله. تلاقوا في وصفة اخرى وفيديو اخر ان شاء الله.